أهلا بيكم في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض نعمل أشهر تركة مونتاج في الوقت الحالي، وهي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. انا عارفك انت عاوز تفعل كانفا برو مجانا، فانا جاي اقول لك أول حاجة هنعملها ندخل على تطبيق بيكسل لاب علشان نعمل الخلفية، وهنحذف النص الموجود هنا من اللايرز، وهتختار النقط اللي فوق دي ايمج سايز، وهتحدد من هنا يوتيوب ثامنيل المقاس، ومن الخيار ده هنحدد كولر، وهتختار لون الخلفية اللي انت عايزه، وبعد كده هتدوس سيف از ايمج، وهتختار الدقة بتاعة الصورة خليها الترا عشان تكون اقصى دقة ممكنة. وبعد كده هنطلع وندخل لتطبيق في ان، وبعد كده هنختار نيو بروجكت، وهتختار الصورة اللي انت عملتها للخلفية. بعد كده هنحذف العلامة المائية بتاعة في ان بكل سهولة بدون ما يكون التطبيق مدفوع. من فوق هنا في الطبقة اللي فوق هنضيف الفيديو اللي احنا عايزين نعمل عليه التأثير. خلينا نستعين بالفيديو بتاع صديق صاحب قناة GRD، وهتحدد مدة الفيديو اللي انت عايزه. ممكن تطول الخلفية كده، هتبدأ تكبر الصورة بتاعة الفيديو، ممكن تكبره بصابعك او من خيار فيل هيكبر لك بحجم الشاشة. وهتمشي كام ثانية كده اللي هو الجزء الأول بتاع الفيديو، نخلي مثلا ثانية الفيديو يكون بشكل كامل وهنقص، وهنيجي على أول جزء ده ونحط فيه كي فريم، والجزء التاني اللي قصيناه برضو هنيجي في أوله ونحط كي فريم، ونتحرك كام ثانية كده، نحط كي فريم تاني. وفي الكي فريم التاني ده هنبدأ نروح لماسك، وهتخليه ريكتانجل، وهتبدأ تظبط الحجم اللي انت عايزه، ومن النقطة دي بتقدر تحرك برضو كده. وعلشان تعمل الحواف الدائرية دي بتبدأ تسحب بالشكل ده كده لحد ما تلاقي الشكل مناسب، هتدوس صح. وبعد كده نبدأ نتحرك كام ثانية برضو كده، ونروح ضايفين كي فريم، وهتبدأ تحرك الصورة للمكان اللي انت عايزه. في نفس الكي فريم ده تدوس على كيرفز، وهتيجي على الكيرف ده دوس صح. لو جينا نشوف اللي احنا عملناه في غلطة هنا، نيجي على الكي فريم الأول ده ونظبط الماسك فيه علشان ما يطلعش بالشكل الغريب ده، وندوس صح. خلينا نشوف كده. طيب خلينا نرجعه لفيل ونشيل الماسك، ونيجي على الكي فريم ده وندوس الماسك. خلي الماسك على الكي فريم ده نشوف. أول حاجة احنا عملناها ضفنا هنا كي فريم وخلينا الصورة بشكل كامل، وهنا خلينا الصورة بشكل كامل في الكي فريم الأول، وفي الكي فريم التاني رحنا قصين الصورة، وفي الكي فريم التالت حركنا الصورة وحطينا الكيرفز. بعد كده تقدر تضيف النص زي ما احنا ما ضفناه بس بتطبيق خارجي بإنشوت، علشان كتابة هنا في ان فيها شوية مشاكل، فخلينا نحفظ الفيديو ونروح لتطبيق انشوت. بعد ما ضفنا الفيديو على انشوت ده كده الفيديو اللي طلع معانا. عايزين بقى نضيف النص، هنبدأ نضيفه امتى؟ في الوقت ده كده هنبدأ نضيف النص، وهتيجي على التكست تخلي لونه أحمر، وهتيجي على الشادو تخليه أسود وبالدرجات دي كده، وهندوس صح. وهتبدأ تحرك مكان النص، تظبط الحجم اللي انت عايزه والمكان اللي انت عايزه، وهندوس على ايد التاني. ومن هنا كده هنختار الدخول بتاعه، هيبقى طريقة دخول النص عاملة ازاي، خليه مثلا كده، والخروج بتاعه هيبقى عامل ازاي، وهندوس صح. وهتظبط مكان برضو النص، مكان اللي ينتهي في النص. المفروض النص هينتهي هنا كده، ونقصه ونحذف الجزء الزيادة. النص المفروض يبدأ مثلا من هنا، خلينا نشوف كده. وتقدر تضيف مؤثر صوتي في الجزء اللي النص بينزل فيه ده كده،
في مؤثر صوتي اسمه سووش، تقدر تحمله من اي موقع بتاع مؤثرات صوتية. لو عايزين نعمل لكم فيديو كامل في حزمة ملحقات مؤثرات صوتية اكتبولي في التعليقات. وبس كده، دي النتيجة النهائية. متنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.